بالي يعني. فرحت طالع التليفون كمان قلت له هو يلا. صمك في وجه اخيك صدق. ايوه صدق صدق. ده هبل ده. كنت بضحك المره اللي فاتت اول بضحك دلوقتي ها. لسه ما دخلناش في الجد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، متابعينا الاعزاء، مشاهدينا الكرام. ال 21 واحد اللي متابعينا. والله بص، لو واحد بس بيتابعنا احنا عرضنا لنا كل حبيبي الناس بقى. من فوق والله. آه. نتشرف بيكم، وحشتونا، ونتمنى يكون المحتوى اللي احنا بنقدمه يعجب حضراتكم. وبس شوفوا بقى موضوع الحلقه النهارده مع محمد. انا كنت بضحك المره اللي فاتت اول بضحك دلوقتي ها. لسه ما دخلناش في الجد. نتكلم عن ايه النهارده؟ نتكلم عن الناس البنات والشير البنات اللي كل شويه ما حد يلمسها، ممكن ما يكونش جه جنبها فتلاقيه راح جاي ايه، طلع التليفون ده بيتحرش، ده بيعمل فاهم زي حوار الاتوبيس. لا مش هنتكلم عن ان انا لا ديت احدث حاجه بس اللي فاكرينها، ما هي بس في حوادث ياما اكتر وفي حالات، بس مش هنتكلم عن يعني الشخصيه سواء البنت أيوة، ولا بالتحديد، يعني بنتكلم كفكره احنا عامه. بنتكلم بس ايه، في حالات ياما. وايوه من حقك اللي انت برضك او انت بتثبت حاله. واحد بيغرق، تبص تلاقي 30,000 واحد مطلع التليفون بيصور بيغرق. في حريقه تلاقي 30,000 واحد برضك بيصور ايه الحريقه. طب فين الشهامه بتاعتنا؟ فين الرجوله بتاعت دم كده؟ كله بقى صح. كله عايز يبقى بيصور، كله عايز يبقى صاحب الترند. يا عم انتوا فين يا عم؟ تطلع يا عم، حاول تشوف الحريقه ديت. اتصل يا عم، انت راجل خايف وحقك اللي انت تخاف على نفسك. ماشي، اتصل بالاسعاف. الوقت اللي انت بتصور فيه دوت الاسعاف ممكن المطافي تيجي برضو تنقذ الدنيا، اتصل بالنجدة. لكن مش كل حاجه بقى كلها عايزه تبقى ترندات وكلها عايزه تتشهر. الفكره كلها ان اصلا يعني كنا ماشيين بمبدا ايه، اللي طلع التليفون الاول هو الصح. لا مش في كل الحالات. انا بقول لك ايه يا عم، ماشي، بس انت لقيت واحده بتتعكس، فاهم؟ انت كابن بلد، كرجوله، كجدعانه، كشامه، قدرها امك، قدرها اختك، قدرها مراتك، قدرها خطيبتك، قدرها اي حد يا جدع انت. فاهم؟ شوف الدنيا ايه واسمع الطرفين برضك، يعني مش اللي هو تدافع عن البيت عشان ما لكش كله يا عم حتى لو خايف اقل حاجه مثلا كان شايف الموضوع هيطول، كلم النجده. شوف الدنيا اي ايه. دوريه ممكن هو ما يكونش قصده، ممكن يكون واحد تعبان مثلا ولا حاجه. انت بعد ما شعروا بالراجل يا عيني والراجل اتفصل من شغله والدنيا كلها قالت ده متحرش متحرش، دلوقتي كلها بتتأسف له. طب هو اخد ايه من الاسف؟ رجع شغله هو كده، نفسيته، نظرة الناس دي اتغيرت، بقى قدام الناس متحرش وكده. واحنا والله ما نعرفوش، والله اقسم لك بالله من ده كتير. احنا بنتكلم اللي هو عموما، لان موقف بس هو الراجل ده صعبان علينا برضه. ايوه موقف ممكن يحصل مع حد فينا. يعني انا من كام يوم كنت عايز اركب لما كنت جاي لك من كام يوم عايز اركب الموقف، من الموقف تحته وبتاع، كان الموقف فاضي مفيش اي حد، فجاه بقى مليان كله بنات وحريم والكلام دوت. فانا واقف انا والراجل بنهزره، بقول له احنا واقفين بتاع ربع ساعه لسه ما ركبناش. فقال لي طب هنعمل ايه؟ كلها حريم. قلت له يا عم طب هنعمل ايه؟ طيب هندخل ده نزق نفسنا؟ قال لي بس نزق نفسنا ايه؟ واحد يطلع التليفون انا عندي مشوار برضه، انا كمان متاخر على الناس، واحد مستنيني، عندي شغل. ايوه احنا عندنا ظروف، عندنا شغل متاخرين عليه، عندنا هم يزنقوا فيك بقى وبتاع والكلام دوت، هم عادي فاهم. لكن هم بالنسبه لهم عادي والله. بتتفرج بقى حمو الاسخم وده في رمضان بعد الفطار كله بيبقى زحمه كده. انت جاي بالليل مثلا، واحد جاي من شغله بالليل يا عيني شغال مثلا بعد الظهر، ولا رايح شغله مثلا هيبقى استلم بالليل، ولا شغال 12 ساعه، فاهم؟ مش عارف يركب، الحريم كلها نازله وكلها نازله تشتري وكلها تجيب للعيال. ايه يا جدعان في والله العظيم واحد بيتحرج. والله انا ممكن اقعد بالساعه ما اركبش بسبب الحريم. انا باخد جنب ورا قاعد تخبط فيها من غير ما تقصد، تقول لك بس متحرش طلع التليفون واطلع ترند. طب انا عايز اركب زي ما انت عايز تركبي، انت رايح مشوار مهم ممكن اهم منك. إيه لا مفيش الكلام ده. لا ما عندهمش. لا احنا نركب نروح بدري. طب انت ليه ما نزلتيش من بدري مثلا يعني يعني ماشي عندهم ظروف وكل حاجه، بس هي كفكره بقى دلوقتي اللي بيصور قرني بجد اللي هو ايه، اللي يلحق اللي على التليفون الاول يطلعه يبقى هو الصح. يعني شفت كذا موقف على النت. لا بصراحه مش كده خالص. يعني كان في موقف من فتره، مش من قريب خالص، من فتره كان واحد عايز يركب من منظره الظاهر حاجه زي كده. خليني اتكلم بجد. كان في المنظره تمام وعلى البحر، ومش عارف السواق زي ما تقول مثلا حاطط ايه اللي هي العلامه بتاعت مثلا منشيه او حاجه زي كده. ايوه ومش راح خط السير بتاعه تمام. فالشاب ركب عايز يركب. ايوه شفنا الموقف دوت، اللي هو بيقول له يا عم انت حضرتك كاتب المنشيه اهو، يقول لك لا مش هحمل منشيه. طب انت غير خط سيرك ليه؟ ماشي يا عم السواق غلطان، مش هدافع عن السواق.
تمام. ايوه بس هو غلطان. بس انا بتكلم في فكره الشاب بقى، يعني مثلا كمثال ايوه تقدر ابوك قدره يا عم. لا سيبك من قدره يا عم، هو غلطان يا عم عادي. يكلم النجدة هم يجي يتحاسبوا معاه، صور مثلا ايه العربيه، صور النمر هم يتعاملوا معاه وهيشوف فعلا بجد مين الصح ومين الغلط. لكن انت كمثال يعني انا لو مكانه رايح مشوار ومستعجل لسه هقف اجادل معاه واطلع تليفون واصور؟ اكيد طبعا لا. هو عايز يطلع ترند، هي دي الفكره. ايوه انت فاهم، يستفز. طب قدر يا عم الراجل دوت مثلا شغال المنشيه واخر طرف ليه عايز يروح يا عم ناحيه بيته مثلا الموقف مثلا، ايوه فاخر خلاص خط عايز يسلمه ويمشي على السكه وبتاع. ماشي يا عم، بس المفروض برضك انت راجل مروح خلاص بقى ما حملش يا عم. اسمع مني يا عم، انا مش بدافع عنه، بقول لك انا بقول هو غلطان. بتتكلم اللي لينا ولا علينا؟ ما انا بقول هو غلطان ويتجازى بالطريقه، بس ما تجيش. انا بتكلم في فرق التصوير بقى. انت مستعجل دلوقتي هتعمل ايه؟ اصلا حل خلاص سيبه ثواني 10 ثواني اصور الرقم بتاع العربيه. الله اكبر. دلوقتي من لو عشان تثبت حاله تصور الفيديو مثلا 10 ثواني تمام، وهتبعته الحكومه هم براحتهم ايه يتصرفوا معاه. اثبات اللي هو قال لك لا مش رايح خط السير اللي موجود على العربيه تمام. طيب المفروض انا راجل مستعجل هعمل كده واخد بعد اركب اي حاجه ثانيه. السواق انا بقول غلطان، مش فكره اللي هو مش غلطان، لا غلطان. بس انت بقى ما تجيش تعمل شو وتعمل فيديو عشان تطلع ترند. عامل ايه هو؟ كل شويه يطلع يستفز السواق تمام عشان يسمع منه كلمه لا تاني. طب انت هتعمل ايه؟ واللي عندك اعمله ومش عارف ايه وبتاع. كسبان رحت المشوار بتاعك من بقى بتاع اكتر من نص ساعه، الفيديو عندك معدي 5 دقايق ويركب عربيه معاه وينزل ويصور. طب انا بصورك، طب انا بس هو يقول لي طب انت هتعمل ايه يا عم؟ بعتوا الحكومه هم جازوني، انت عايز ايه تاني؟ مش فاهم. برده كان في فيديو تاني كده باختصارا برده عربيتين ماشيين على الطريق مش عارف فين بصراحه، وبرده في عربيه بيصوروا تمام. بيقول لك بيزنقوا علينا وهو اصلا اللي قدام، يعني فاهم انت حاجه، وعربيه تانيه ورا. واللي بتصور يعني جوزها سايق وهي قاعده جنبه معاهم طفل ورا وهي بتصرخ يا لهوي الحقونا يزنق علينا وهيقلبنا وبتاع. الولد بص بيعيط ازاي ومش بيعيط ازاي. طب انت بالصراخ اصلا بتخوف الولد تمام، واحنا معانا اطفال، فالعربيه عدت من جنبهم معاهم اطفال برضه، فهو اكيد مش هيجازف بنفسه. لكن هو برضه فكره الترند اللي طلع التليفون الاول يصور ويلحق هو كسبان بالظبط، وانا صاحب الحق انا اللي صورت الاول بالظبط. ايه الدماغ ديت؟ واحد برضه من نفس الفكره من فتره نفس الكلام، واقف عربيه سايق الطريق وفي توك توك عايز يعدي، سواء توك توك بيكلمه باحترام يعني فاهم انت، هو مش بقول لك باحترام بس بيكلمه عادي. بس هو فعلا يا محمد والله سواقين التكاتك فيهم ناس محترمه، ناس محترمه كتير. هو اللي هو بتاع سواق التوك توك مش هقول لك اللي هو محترم وبتاع، مش هقول لك برضه نفس اللي هو ايه منحرف، يعني هو كان شاب عادي. والواضح من الفيديو الناس كلها بتقول للسواق الملاكي انت واقف سايق الطريق، ارجع عربيه خطوه ورا او اطلع قدام عدي الراجل وشوف انت عايز تنزل تشتري من سوبر ماركت او حاجه زي كده. ده برضه فاضل واقف وناس تقول لي خلاص ما تكلمش معاك، السواق ما قالكش حاجه، بتاع التوك توك ما قالكش حاجه، ده مستفز. بتقول ايه؟ لا قول الكاميرا اهي انا بصور انا بعمل تمام. فهو بصراحه الموضوع بتاع التصوير ده بقى اوفر جدا يعني. هي الداخليه بقى زي ما انت كنت هتقول من شويه ان الداخليه شكرا ليها في المجهود اللي هي بتعمله طبعا. ايوه لازم نشكر وزاره الداخليه. بس الموضوع بقى اوفر، هنتكلم بحق الله. يعني هو اصلا لو فاكر من البدايه كان بيتكلموا بيقولوا في ايه؟ لو انت شفت حد ماسك سلاح ابيض طلعت تليفون وتصوره عشان احنا نجيبوه. أيوة. تمام، يعني مثلا كمثال الداخليه يعني ربنا يقويهم، بس طبعا مش جايبين، مش هيبصوا على 100 مليون في نفس الوقت فاهم. فانت بتساعد بتصور فيديو واحد مسك مطوه سلاح بتاع بيرقص في الشارع بيتعارك فيه الكلام دوت، صوره وبعت للداخليه. في حاجات بعد كده تستاهل التصوير زي مثلا موضوع التحرش، زي مثلا موضوع البلطجه بتاع مثلا اللي هم الناس اللي هم السايسين دول. السايس ده اكبر الموضوع برضه مقرف. الحمد لله معناش عربيات فاهم. لا والله الحمد لله عربيات، والله لازم موضوع غريب يعني. لازم يبقى معانا عربيه عشان نحكي مشاكل الناس. لا مش لازم يكون معانا عربيه، بس الفكره هو فعلا موضوع مستقل. احنا بنمسك المواضيع السائده في البلد يعني، بنحط ايدينا على السلبيات وبنتكلم في الايجابيات برضه ان شاء الله باذن الله. يعني مش كل حاجه هجوم. فكره التصوير بالظبط كانت الداخليه عشان احنا بنساعدهم تمام. بس الموضوع بقى اوفر دلوقتي، بقى ترند، الناس واخداه ترند، مش واخداه اللي هو انا منقذ موقف او منقذ شخص او مثلا ده اتحرش ده عمل في حاجه تستاهل وحاجات لا تمام. فاتمنى يعني الكلام ده يوصل لكذا حد، التصوير في المواقف اللي تستاهل بس دلوقتي مثلا كمثال انا عشان مثلا واقف في طابور ولا واقف في دور مش عارف اخد حقي من اللي قدامي فاستفزه عشان اطلع التليفون واصوره عشان كده بقى انا شهرت بيه وكده اخدت حقي. لا ما ينفعش، الحاجات اللي تستاهل بالظبط. لا انت صار مشكله فعلا وليك راي، فانت صور مشكلتك
فاهم؟ مش اللي انا بقى اتبلع الناس عشان خاطر ابقى انا الترند اتبلع عليهم واستفزهم عشان يشتم ويغلط فيا، وفاهم انت وفي الاخر ايه طلعوا ترند. طب انت كده تقف حاله يعني، مش فاهم برضه يا محمد في نقطه برضه كنت عايز اتكلم فيها بسبب التصوير. دلوقتي في صفحه اسمها كده كده ايجيبت، الراجل ده كتر خيره بيساعد الناس، مش جايب وشوشهم ولا اي حاجه، جابر بيه ومؤمن بيه. حلو. الناس كلها طالعه سايب الخير اللي هو عامله وعايزين يعرفوا هو دوت اسلام فوزي ولا مش اسلام فوزي. يا عم قدر اللي هو اسلام فوزي وبيعمل خير والراجل بيعمل خير، انت هتستفاد ايه؟ هتستفاد انت يا عم؟ انت دلوقتي انت شاكك اللي هو اسلام فوزي. يا عم انا بقول لك قدر اللي هو اسلام فوزي. استفدت ايه بقى حضرتك؟ هتساعده في الخير يعني، مثلا هتديله؟ سيبه يا عم يكمل اللي هو بيعمله يا عم، ما تكرهوش في الواحد في الخير. برضك من كام سنه كان في غيث جاي من الامارات، فاهم؟ الناس برضك كلها الخير كله عايزين نشوف وشه. حد صورنا وشه. الراجل لما وشه اتعرف قال لك انا مش نازل مصر تاني. شوف بقى ايه، هو كل واحد ربنا بيقسم الارزاق. وكان غيث دوت ولا كده كده ايجيبت دوت ولا اسلام فوزي ولا اي حد دوت، ربنا جعلهم سبب اللي هو يرزق الناس دي. وعلى فكره الناس كلها يعني، انت ربنا بيكرمك مثلا في فلوس او في شغلك والكلام ده، عشان مثلا كمثال معاك ولو فات معاك ملايين ايا يكن، ربنا بيختبرك هتعمل ايه بالفلوس ديت. هتبقى كلها على نفسك ولا هتساعد بيها الناس تعمل بيها خير والكلام ده. احنا يعني بص في مقوله كده سمعتها بيقول لك ايه، انت لازم تطلع صدقه علشان يبقى معاك فلوس. وريت الصدقه اي مبلغ، ده جزء قد كده يعني من فلوسك. ايوه ايا كان ايه ده وصمك في وجه اخيك صدقه. ايوه صدقه ده هبل. لا بنتكلم بجد اللي هو ايه يعني، ابسط حاجه صدقه يعني، اتقي النار ولو بشق تمر. فالناس بتعمل خير، احنا ليه بقى نفضل بقى نعلق عليهم بدل ما نتشجع ان احنا نعمل خير زيهم؟ لا احنا عايزين نعرف ده مين ودوت مين ودوت مين. يا عم قدر اللي انت ايا كان بقى اللي هو غيث بقى اسلام فوزي كده كده ايا كان هو مين، اديك عرفته. استفدت ايه؟ فدت انت بقى المجتمع. فضول. هو احنا بصراحه احنا شعب فضولي خلاص. فالفكره كلها يعني انت زي ما هو بيقول القرني، انت دلوقتي لو عرفت هو مين يا عم، طب هتفيده بايه؟ انت لو في نيتك تعمل خير تمام مثلا يعني اعمل زي تصور ما تصورش بقى. بس انا بصراحه مش بدعم حته التصوير، بس هو بيعملها اللي هو ايه، بيوعي الناس يعملوا خير. هو بيشجع الناس حمو، هو مش بيعملها بس مش بيطلع وشهم على ما اظن بيطلع. لا مفيش. انا ما شفتش فيديوهات بصراحه. ده جميع الناس الصراحه انا متابع ليه، فاهم؟ الناس الكبيره كلها الصراحه هو بيغطي وشهم. والله جدع والله. فاهم؟ هو اللي ظهر وشهم بس جابر بيه ومؤمن بيه كده بس بيفرحهم العيال الصغيره. دول جاب لهم هدوم متهيألي او صح؟ شفت الحته دي بس ما شفتش الفيديو. فهو ربنا يكرمه، سواء بقى هو اسلام فوزي سواء حد تاني، اي حد بيعمل خير ربنا يكرمه. واحنا موجودين برضه كده عايز يعمل لنا خير يساعدنا. ساعدني بالله يا جزء لنا الصدقه برضه. خلاص الموضوع التصوير يا باشا فاضي على مليان تمام. لو الموضوع يستاهل حاجه تستحق فعلا، انت غلطان مش عارف تجيب حقك في موقف داير قدامك، صور سواء ان يكن متحرش سواء حد بيبلطك سواء حد بيرخم تمام. لكن ما تجيش تبقى انت سواء انت يكمل البنات والولاد لو انت غلطان او حاجه زي كده وتطلع التليفون وتصور عشان خاطر تبقى ترند. بالظبط تمام. يعني كنت من فتره كنت شغال في شركه بدون ذكر اسامي الشركه ايه. في حد دخل عايز يصور حد من اللي عندنا او كان بيحاول يصورونا برضه عشان هو في عمل كود غلط او حاجه غلط تمام، ضيعت له مثلا نسبه من فلوسه او حاجه زي كده او الدقايق اللي عنده، فجاب بيطالبنا احنا كموظف. فانا قلت له انا مثلا كمثال اللي عندي هعمل لك شكوى. فطلع ايه اللي هو عايز يصورنا، طب انت بتصور ليه؟ لا وخباثه ماسك التليفون ازاي يعني، مثلا قاعد كده ماسك التليفون كده بصورك اللي هو عامل نفسه ايه كده، انا مش واخد بالي يعني. فرحت طالع التليفون كمان قلت له يلا شوف مين اللي هيصور التاني. فالفكره كلها يعني انت عايز تعمل شغل ايه؟ خد حقك بالقانون. انا يا عم كنت شغال في الشركه ديت وغلطان تمام، صورني مش مشكله عادي، بس انت لو غلط من عندي انا اتكلم معايا الاول. سيبك نتكلم يا عم، مش عارف ياخد معايا حق ولا باطل. لا يا حمو معلش احنا بنتكلم في حاجه حلوه. انا فاهم بس انا دلوقتي لقيتك بتعمل حاجه غلط. مش كل الناس بس دلوقتي انا جاي لك، انت شغال في ايا كان الشركه اللي انت شغال فيها، وانا جاي مثلا
يا عم قدر تقف في السوبر ماركت وانا جاي احول منك رصيد، تمام، وانت عملت حاجه غلط، ما انت بني ادم طبيعي ان انت تغلط. بالظبط. صح ولا انا غلطان؟ فانت غلط، فانا بقول لك ايه يا باشا، دلوقتي انا رصيدي ما وصليش الرصيد او الرصيد وصل قليل، غلطه منك. انا جاي مطلع التليفون، بص محمد بياكل عليا، يعني انا جاي اشحن ب 50 مديني 25 رصيد. يا عم ممكن كان هو غلط، هو بيدوس على الزرار، ممكن غلط يديك غلط. عشان كده احنا بنقوله ايه، اتكلم مع الشخص التاني شوفوا ايه الدنيا. يعني لقيته بقى بيبجح معاك وبيقول لك ايه، لا مالكش حاجه عندي وانا هو الرصيد واصل صح مش عارف ايه، طلع يا باشا تليفونك وصور. لا وبرضه ممكن ده اخر حاجه، يعني مثلا كمثال انت اول حاجه هو يعمل شكوى على مثلا على المكنه، تمام، وهكلم الشركه والله حصل كذا كذا كذا، هيرجعها له وهيدوم لك. لا يا عم انا انت استفزتني وقلت لي لا انا الرصيد واصل غلط واللي عندك هكلم او مش هصور، انا شخصيا كمحمد مش هصور، هكلم الحكومه مثلا شايف اخد معاها حق ولا باطل، تمام، لو حاجه ما تستاهلش وجع دماغ يا عم ايه حسب الله ونعم الوكيل فيك، او يا عمي هكلم الحكومه والله يا باشا حصل 1 2 معلش، 3. ما هو انت دلوقتي هتبلغ الحكومه يا عم وحقك اللي انت تبلغ يا عم كلها هتصور، الحكومه هتعمل ايه ولا ايه؟ ما انا بتكلم في كده. لا انا بتكلم في حته اللي هو ايه يا كوني، ما اللي بيصور ده عايز يطلع ترند، معلش انا راجل دلوقتي. طب قبل يا عم قبل حوار التصوير والكلام دوت كنا بناخد حقنا ازاي؟ اللي مسكنا راح جاي ده باخد حق منه ويلا بينا على الاسم. طالما انت عايز بقى الدور البلطجي وعايز كده، انا بكلمك بأدب. بقول لك يا باشا حقي فين؟ تقول لي انت بقى تعوج لي بقك عليا، لا يا عم في ايه مش كده؟ لا احنا مش بلطجيه عشان بس السروبه توصل. احنا اصحاب مشاريع. فالفكره كلها خاصه الموضوع اللي بيصور يا ريت يعني يتقي ربنا لو الموضوع فعلا يستاهل، وانت حاولت كل المحاولات ان في حاجه برضك في التصوير يا حمو، كان في فيديو كده نزل واحد بينط من العماره والتاني بيصوره، بيقول له لو حرام انا هصورك الفيديو، والحرامي يرد عليه يقول له ايه؟ بيقول له يا شيخ لو نشرت الفيديو هيبقى حرام عليك. اللي هو بعد كده واحد تاني قال له خد، اول ما قال له خد راح جاي طلع يجري. هو بيعمل ايه يا عم؟ طب ما انت امسكه يا عم الاول بدل ما انت بتصور. امسكه تعالى يا باشا، انت جاي منين؟ ده هنا المكان مقفول. انت هو اصلا بنعمل اصلا على السطح يعني، والله ما حرامي وش اللي هو حرامي. يا عم ده مبنى حمو بيتبنى وهم قافلين الباب بالجنزير. فاهم؟ يعني حتى كمان حته فاضيه، وهي مكان انا عايشها في القاهره تقريبا حاجه كده. فيديو بصراحه يعني فاهم؟ فيديو تاني واحد برضو بيصور واحد على المكنه. اللي هو شفته عامل كده. اللي هو عامل كده. واقف زي عامل لا تعالى يا باشا انا اتصل بالظابط يشوف بقى ايه مثلا، هو يثبت بقى الدنيا ايه، لكن انا صورت. طب ما هو واخد المكنه وجرب. طب هو اخدها مثلا فكها وباعها ايوه اخدها وماشي. طب ما صاحبها يعني دوت، لا انا اتصل بالظابط يا باشا مش همشي غيره. مش انت بتقول لي بتاعتك ولا بتاعت ابن خالتك؟ انا هتصل بالظابط يجي يحل بقى بعدين ما كانش عارف الحركه، بيقول لك مش عارف اسمه مفتاح ايه او حاجه زي كده. ايوه هو وصل سلكتين، هو اقتنع على بنزين. طب انت بنزين ايه ولا زقه ايه اللي عاوزها؟ فاهم؟ لا وبيجح يعني اللي هو واقف ايه اللي هو لا تصور اسمه ايه فيه وبتاع وكده. ايه يا عم؟ لا فهو حر فعلا التصوير دوت بعد ما يوصل للحكومه وهتتحرك. مش بتكلم ان هم ببطاء يعني، بس بتكلم ان انت بتاخد وقت قبل ما يوصل لهم. مثلا عندهم بتاع 100 فيديو قبل ما الفيديو بتاعك يوصل ليهم كمثال يعني. طبعا مش فيديو اكيد 100,000 فيديو يعني. لو ما يوصل ليهم تمام ويتحركوا ويشوفوا الكلام دوت، كان خلاص العربيه اتسرقت او المكنه اتسرقت او البيت اتسرق او اللي قدامك دوت مش عارف حصل له مصيبه ولا حصل له حاجه. يا عم هو هيتجاب، اللي سرق هيتجاب، بس ممكن يكون هو اتصرف في المكنه خلاص اثبت بقى، او حتى هات فلوس معيش فلوس. زمان لما كان بيحصل زمان لما كان بيحصل حاجه تشوفوا حرامي بنمسكوه نضربوه مثلا كمثال ونسلمه في الاخر او ما نضربوش. مع المسؤوليات هترجع والله لصاحبها، ما عادش المسؤوليات بقى. شوف بقى ايه بنكتفه بيتسجن بالحاجه اللي هو بنكتفه مثلا كمثال والكلام دوت والحكومه تتصرف معاه. لكن دلوقتي حرامي طلع حرامي بتاع يلا نازل بقى صفحه ما اعرفش ايه انا اللي صورت. ايه ده يا عم الشغله دي يا عم؟ فربنا يهديكم. وصوروا في الحاله تستحق بصراحه. عيش حياتكم عادي بقى ما تصور مثلا ابنك واصحابك وبتاع وقاعده لذيذه. لا انت بتصور حاجات عبيطه تمام ما تستاهلش اصلا الكلام دوت. ربنا يهديكم. الموضوع لو يستاهل فعلا تمام انا معاكم، لكن الفيديوهات كلها كتير قوي 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 على حاجات ما تستاهلش. وربنا يصلح الحال يا رب. السلام عليكم.